اللي عملوا خرجوا بلجيكا، خرجوا كرواتيا، خرجوا كذلك اليوم معناتها المنتخب الاسباني. حسب رايي معناتها بطوله مميزه للمنتخب المغربي. حاجه ثانيه اللي كونه معناتها التيكا تاكا ماتت في 2018 واليوم كملت الدفنت. حسب رايي كره القدم هذه اصبحت عقيمه ولا جدوى منها. اليوم المنتخب المغربي يدفن التيكا تاكا. نعم عادل، يعني رئيس الاتحاد الاسباني كان يصرح عن المباراه، يصرح عن الفوز، يصرح عن التقدم للامام في بطوله كاس العالم. بالمقابل المنتخب المغربي، المسؤولين عن منتخب المغرب ما كان في اي تصريحات، كان في تركيز على المباراه فقط. وهذه كل الاحترافيه، يعني انك تركز على مع المباراه، خليك من التصريحات، لانه التصريحات كلها ما تفيد في حتى شيء، لان الواقع والحقيقه دائما فوق الميدان. نبارك لاخوتنا المغاربه، نبارك لانفسنا، هو شرف لينا كنا كعرب. اكيد الانجاز كان محتاج جمهور وكان موجود، وكان محتاج مدرب يرسم الخطه ايضا كان موجود، لاعبين حقه المطلوب انه يوصلوا لركلات الترجيح، ثم حارس يكون في يومه. تقريبا كل العناصر كانت مجتمعه. انا اقول مبروك، هذا شرف لنا، لكن الحلم على قد الامكانيات، وانا نعتقد انه منتخب المغرب قادر ان يحلم اكثر، لانه المباراه الجايه، ولا نحن في فتره احتفالات، لكن المباراه الجايه امام منتخب يا اما اسبانيا يا اما البرتغال يا اما سويسرا، وانا نعتقد انه منتخب المغرب مهما قابل واحد من الاثنين قادر انه ينتصر ويمر لانه عنده امكانيات ان شاء الله باذن الله. باذن الله. مبروك مره ثانيه، وان شاء الله يزيد يشرفونا وما يشرفونا، لكن ان شاء الله يزيدوا يشرفونا لانهم بامكانهم انه يمشيوا للنصف النهائي ان شاء الله. كابتن حسام، يعني ايضا اكيد في فرحه الحين في افريقيا، يعني العرب، المنتخبات الافريقيه، لان اليوم المنتخب المغربي ايضا يمثل كل المنتخبات الافريقيه اليوم. اكيد الحمد لله. مبروك طبعا للشعب المغربي والوطن العربي كله، مبروك للكباتن طلال والدكتور حسن. احنا شفنا الجمهور اللي موجود ورانا في الاستوديو، جماهير مش جماهير المغربيه بس، جماهير مصر وتونس والجزائر وقطر والسعوديه، كل انا مش عايز انسى حد اللي موجوده هنا بصراحه. يعني انا سامع صوتهم والاعلامهم، الاعلام مختلفه مش المغرب بس، فالمغرب يستحق. وقبل كده لو رجعنا في الادوار التمهيديه انا قلت اسبانيا في المتناول. اسبانيا يعني مش المنتخب اللي هو مش بقلل منه، لكن مش بقلل من مكسب المغرب، لكن في المتناول. يعني المنتخب المغربي عنده القدره والامكانيات الفنيه، وزي ما كان الدكتور حسن قال ان التقارب بين اللاعبين والمدير الفني الوطني بتفرق كتير في حاجات، تفاصيل صغيره يفتقدها المدرب الاجنبي. لكن كابتن حسام، يعني هل هذا يعني يدل على ان الكره الافريقيه قادمه بقوه؟ الكره الافريقيه موجوده، ومن الكاسات العالم اللي فاتت من حاجه و70 المنتخب الجزائري والمغربي ومنتخب كاميرون ونيجيريا، يعني منتخب مصر حتى لما منتخب مصر لما لعبنا هولندا باحسن تيم في العالم، كان لسه واخد 88 كاس الامم بفان باستن وخولت وريكارد وكومان، كل المجموعه دي كان دولت، ما كانش فيه برازيل، كان فيه هولندا. فبالتالي عندنا القدره، بس الاستمراريه، اللي عدم الاستمراريه بعد اذنك هي الاداره. إدارة كرة القدم في الوطن العربي ككل في كرة القدم وأفريقيا والعرب أفريقيا سيئة للغاية. نجاح بالصدفة، نجاح نتيجة بعض اللاعبين يحترفون خارج في أوروبا، فبيرجعوا بفنيات بس عدد قليل من اللاعبين، ما في استراتيجيه، ما في استراتيجيه. النهارده ممكن ما تضمنش بعد كده المغرب كاس العالم هيبقى في نفس الشكل، لا، نتيجه ان في استقرار في الاداره، استقرار في الاجهزه الفنيه، هو ده اللي ممكن يعمل استمراريه للنجاح. نعم. بلال، مبروك لك ومبروك لنا وللجميع. المنتخب المغربي للجميع والعرب. اليوم شفنا مقابله والله رجوليه، المنتخب المغربي مع الطاقم الفني اللي عمل الخطه هذه اللي ركض الى الوراء ونجح فيها، مشى الفريق الاسباني حتى ضربات ترجيح. واليوم نشوف ولا نشوف في 120 دقيقه عدد الركنيات 8 لاسبانيا 0 للمغرب، ولكن فرص الحقيقيه للتهديف لصالح الفريق المغربي. نعم.
يونس، مبارك لك ايضا فوز المغرب، اكيد عندك كلمه بشكل سريع ابو علي. مبارك للمنتخب المغربي، للجمهور المغربي، للشعب المغربي، للعرب ككل. منتخب قدم ما يستحق انه يفوز في مباراه اليوم. المنتخب المغربي قام مباراه تكتيكيه على مستوى عالي. كل المحللين تكلموا عن الاشياء اللي مفترض المنتخب المغربي يقوم فيها، وقام فيها ونجح فيها في المباراه هذه. اعتقد المباراه بدت من مؤتمر الصحفي لوليد الركراكي، رسائله كانت واضحه للاعبينا، الصبر، الهدوء، ونجح اليوم باقتدار في الوصول للدور الثمانية. شكرا لك ابو علي. ابو عبد الرحمن رحب فيك، مبارك لك فوز المغرب. احنا عندنا مباراه البرتغال، لكن اكيد من واجبه ان انا بكل تاكيد انا حقيقه الزملاء كفه وفه، لكن بقول كلمه حقيقه. الجمال في حضره المغرب اليوم، في حضره المغرب اليوم انا اعتبره جمال لكل العرب. اذا يعني مباراه المغرب ودنا نتكلم عنها لين الصباح، ولكن باذن الله زميلي خالد جاسم راح يكون معاكم في السهره وراح تحتفلون في فوز المغرب الى الصباح. ولكن مباراه البرتغال ومنتخب سويسرا راح تكون بعد قليل الساعه 10 بتوقيت الدوحه على استاد لوسيل، لنعرف من سيقابل المغرب في دور